ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم احلى صينيه فراخ في الفرن. شايفين شكلها يفتح النفس، طعمها حلو جدا صدقوني، بسبب التتبيله اللي احنا عملناها. وكمان مستويه خالص. تعالوا اوريكم ان هي مستويه ازاي. شايفين مستويه خالص وطعمها حلو جدا. ما تيجي نشوف الطريقه. اول حاجه جبت فرخه كبيره كده، قطعتها على 5 وغسلتها كويس جدا. وبعد ما غسلتها كويس جدا سبتها في المصفى، صفت الميه، وكل ورك عملت فيه 3 فتحات، والصدر كمان عملت فيه 3 فتحات عشان تشرب كويس جدا من التتبيله. تعالوا بقى نجيب ايه الكبة بتاعتنا او شفشق الخلاط، وننزل ببصلاية صغيرة وقرن فلفل واربع حبات من الطماطم. شايفين حجم الطماطم مش كبير، الصغنن. واربع حبات من الثوم. وهننزل كمان بمعلقتين كبار من عصير الليمون، معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الزعتر هيخلي الفراخ ريحتها حلوة، ومعلقه صغيره من البابريكا، وكمان 4 معالق من الزيت، 4 معالق كبار. وهنحط كمان معلقه كبيره ممسوحه من هريسه الشطه، ودي اختياري، بس الصراحه بتخلي الفراخ طعمها حلو. عاوزه تحطيها حطيها، عاوزه تستغني عنها عادي. ومعلقتين من معجون الطماطم اللي هي الصلصه. وهنحط كمان معلقه كبيره ممسوحه من العسل الابيض. وما تقلقيش خالص من العسل، العسل هيخلي الفراخ طعمها حلو وهتاخد لون حلو. بعد ما ضربنا كل المكونات دي في الكبة وخلطناها كويس، هنجيب بقى الفراخ وندعكها بالتتبيلة. يعني في كل حتة لازم تدعكي الفراخ كويس جدا من التتبيلة ديت. وكمان تدخلي في الفتحات اللي انت عاملاها في الورك والصدر، وتدخلي كمان بين اللحم وجلد الفراخ. ما تقلقيش خالص، انت معايا في السيف زون. ما تقلقيش خالص، الفراخ هتطلع معاكي احلى فراخ. اول ما بندعكها كويس جدا يا ست الكل، بتروحي مخليها في التلاجة اقل حاجة ساعة. والتتبيلة دي هتكفي معاكي لغاية 3 كيلو. وممكن كمان تستخدميها للدبابيس، تستخدميها للفراخ الكاملة، للوراك، زي ما انت عايزة. وليه بقولك اقل حاجة ساعة في التتبيلة دي؟ عشان تاكلي فراخ متتبلة كويس في اقل حاجة ساعة. بعد ما حطيناها في التلاجة ساعة، هنجيب بقى الصينية ونحط فيها شوية من التتبيلة دي. وبعد كده بعد ما تحطي شويه من التتبيله دي في قاع الصينيه، حطي يا ست الكل بقى الفراخ بتاعتك، ترصيها بقى في الصينيه. وزي ما قلت لكم التتبيله ديت حلوه جدا، تستخدميها في الوراك، في الدبابيس، في الفراخ الكامله، زي ما انت عايزه. وكميه التتبيله اللي احنا عملناها النهارده هتكفي معاكي 3 كيلو. بعد ما رصيت الفراخ في الصينيه، تعالوا بقى هنعمل حاجه ندهن بيها الفراخ تخليها لونها حلو. جبت معلقه كبيره من معجون الطماطم اللي هي الصلصه، ورشه من جوز الطيب المطحونه، ومعلقه صغيره من الزيت، ونديهم تقليبتين كده. بعد ما تديهم تقليبتين كده، هتحطي نص معلقه صغيره من العسل الابيض. وزي ما قلت لكم ما تقلقوش خالص، وبلاش تحكموا على الحاجه غير لما تجربوها. العسل هيديها لون حلو وهيديها طعم حلو. بعد ما قلبنا كل المكونات كويس جدا، هنجيب الفرشه بقى ونبتدي ندهن الفراخ بتاعتنا كويس جدا. بعد كده بتدخليها فرن ساخن على درجه حراره 220 على الرف الاوسط. هتاخد معاكي من 45 دقيقه ل 50 دقيقه حسب حجم الفراخ. انا مش بغطيها ولا اي حاجه. تعالوا بقى ندخلها الفرن. دخلناها الفرن، وبعد ما خدت 45 دقيقة ريحتها حلوة جدا. بجد بجد كل اللي هيدوقها عندك هيسألك على الطريقة. طعمها حلو جدا، واخدة اللون القمر ده، مستوية خالص. لو انت حاسة ان انت استفدتي حاجة من الفيديو، يا ريت تعملي متابعة للصفحة ولايك وشير، وبألف هنا مقدما.